اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما احنا متعودين نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب، وندعي لأمواتنا بالرحمة، ونقول لبعضينا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. ده فطار ساتت يوم رمضان معانا، حاجة خفيفة جدا، وداعا للبشاميل المكلكع المعقد. لو انت عايزة تتابعي معايا الفيديو عشان تعملي بشاميل ملوش حل، لا في كلاكيع ولا في حاجة، ولا تضربي في خلاط، ولا تضربي هاند بلندر، ولا الكلام ده كله. تابعي معايا التريكات دي، تريكات بسيطة جدا، وهيطلع معاكي أحلى بشاميل. أول حاجة نسمي بسم الله، نسلق المكرونة بتاعتنا. مية بتغلي وحطينا المكرونة تغلي معانا، وزي ما احنا عارفين يا حبايبي المكرونة بتخش الفرن من نص لتلات ارباع ساعة، فلازم نخلي فيها تركة بسيطة كده عشان بتستوي تاني. ما تكون الحاجة فيها تكة بتبقى جميلة بصراحة. يلا استوت لمدة 7 دقايق أو 8 دقايق على البوتاجاز. حطيناها على مية بيضة في الحنفية، نشطفها ونركنها تصفي ميتها، ونعمل العصاج بتاعنا. هنا نعمل المكرونة بتاعتنا، مكرونة بشاميل بالفراخ، أحلى من اللحمة ألف ألف مرة بصراحة، ملهاش حل. يعني هتعملي الطريقة دي مش تعملي باللحمة تاني. ننزل في طاسة سخنة شوية زيت، أي مادة دهنية معاكي، انزلي بالفراخ لحد ما تغير لونها، بصلتين حلوين كده خراطين ناعم، وننزل بيهم على الفراخ. حط ملح والتوابل بتاعتنا، سنة قرفة، فلفل أسمر، ملح، بهارات فراخ، ورق لوري، لحد ما تنشف ميتها بالشكل ده. ونبدأ بقى معانا قرن فلفل رومي أحمر على أخضر، بيطعم معانا العصاج وبيخلي طعمه تحفة. يلا كده خلصنا المكرونة وخلصنا العصاج بتاعنا، نركنه بقى على جنب ونبدأ نعمل البشاميل. تابعوني بقى يا حبايبي، البشاميل ده اي واحدة عندها عقدة من البشاميل تتابع الخطوة دي. معلقتين سمنة حلوين كده، ولزوم الفلفلة بتاعت المكرونة نحط معلقتين زيت. السمنة البلدي كده مع معلقتين الزيت بيفلفلوا المكرونة وبيخلوا البشاميل تحفة. 5 معالق سمنة. والتركاية دي يا حبايبي لازم تخلي الدقيق عايم جوه السمنة. بصوا عامل ازاي، السمنة هي اللي طاغية على الدقيق مش الدقيق اللي طاغي عليه. رشة ملح ونقلب. دي التركاية دي ما بتخليش البشاميل يكلكع معاكي وما يعملش اي تكتلات. يلا قلبنا وحسينا ريحة الدقيق طلعت، نركنه على جنب مدة 5 دقايق يهدى كده بس، وننزل بقى رتل حليب ونقلب شوية ونحط وننزل بالحليب واحدة واحدة. ننزل باللتر كامل ونقلب فلفل اسمر وملح، نبهر البشاميل بتاعنا. وبالويسكي يا حبايبي بقى، انا ما فصلتش معاكم الكاميرا عشان اعرف اوريكم القوام بتاع البشاميل عامل ازاي. لازم يبقى خفيف كده وسايل، ما يبقاش متكتل. بالويسكي ايدك فيه وهو مش هيكتل معاكي من غير اي حاجة. اضفت انا مكعب مرق براحتك، اختياري، عايزة تضيفيه ضيفيه، مش عايزة تضيفيه براحتك. وبالويسك كده، وزي ما قلت لكم طالما السمنه سايله مع الدقيق عمره ما هيكلكع معاك. كده احنا بنسوي بقى الدقيق. طبعا انا ما فصلتش عشان اوريكم، بصوا قوامه عامل ازاي، خفيف مش تقيل. المكرونه بتاعتنا سلقناها وركنينها تصفت ميتها، ننزل بشويه بشاميل عشان نقلبه. لقيت المصفى ضيقه، نزلت بحبه نص المكرونه في حاجه واسعه كده واقلب عشان خاطر ايه، الفها كلها بالبشاميل. نجيب الصينية بتاعتنا بقى اللي احنا هنطبق فيها الصينية كلها وندخلها الفرن. احنا كده يا جماعة في الخطوة دي مولعين الفرن. لو انت وصلتي معايا للمرحلة دي من الفيديو، ما تبخليش عليا بلايك، لايك واشتراك في القناة، فضلا وليس امر.
فردنا الصينية كده بالبشاميل عشان ما تلزقش المكرونة بتاعتنا الحيطان والجوانب والأرضية، وننزل بنص الكمية اللي احنا لفيناها بالبشاميل والعصاج القمر بتاعنا بقى. والله يا حبايبي أحلى من اللحمة 1000 مرة. والخطوات اللي أنا بقولكوا عليها دي اعتمدوها في البشاميل، عمره ما هيكلكع معاك. ده الجزء التاني لفيناه برضو بالبشاميل ونزلنا بيها على الصينية. معلومة عايزة اقولها لكم يا حبايبي، انا ما بحطش بيض في البشاميل، وبتطلع صينية البشاميل تحفة من الاخر. والله ما بحط بيض في البشاميل ولا في الجلاش. نسوي الصينية الحيطة بتاعتنا بقى وننزل. بصوا الله على الجمال، بصوا البشاميل بتاعنا كريمي وانسيابي ازاي، ولا كلاكيع ولا ضربنا في خلاط ولا عند بلندر ولا الكلام الفاضي ده كله. اعتمدي الخطوة بتاعتنا دي، سنة ملح والسمنة بتاعتنا وشوية زيت عليها، والدقيق يبقى سايل فيها. الدقيق أقل من السمنة. بصوا الوش أنا بحط عليها شوية جبن كده، شيدر على موتزاريلا على رومي على الوش، بيحمروا وشها وبيدوها طعم جميل. ولا بيض ولا كلام فاضي من ده. فرنة سخنة 180 درجة، ندخلها بقى في الفرن تقعد من نص ساعة ل3/4 ساعة كله مستوي. بس احنا بنحطها في الفرن يعني قيمة 10 دقايق تطلع قمر بالجمال ده. طبعا كله عايز. حطيناها على المغرب، ده كان فطارنا سابع يوم رمضان. عايزين يقطعوا يا تيتا، قلت لهم كل واحد يقطع ويطلع يغرف لنفسه. يلا حطي الآلة. احفادي حبايبي ربنا ما يحرمنيش منهم ولا من لمتهم معايا يا رب. فين طبق؟ اهو طبق احمد، اهو حطي لحمه. عملت لهم بقى زبدون